بيبدأ الفيلم في قاعة مسرح وبيتقدم عرض سحري، والجمهور بيكون قاعد مبسوط جدا باللي هو شايفه. ولما بنوصل لخدعة صندوق المية اللي بيبقى جواه حد والمفروض يهرب منه قبل ما يموت، الساحر بيطلب من الحضور 2 علشان خاطر يتأكدوا ان الصندوق ده مقفول فعلا. وقتها كله بيرفع ايديه، لكن الساحر بيختار 2 منهم، وبنعرف ان اسمهم يبقى روبرت وألفريد. وبيروحوا علشان خاطر يتأكدوا من عقدة الرابطة وإن البت مربوطة كويس قبل ما الخدعة تبدأ. وبيكون في واحد اسمه جون واقف ورا المسرح ومعاه فاس ومستعد علشان خاطر لو البنت اللي في الصندوق اللي اسمها جوليا معرفتش تخرج يلحق ينقذها. والساحر بيحمس الجمهور علشان خاطر هيبدأ الخدعة بتاعته. ولما الستارة بتنزل على الصندوق، جون بيبدأ إنه يحسب الوقت علشان خاطر جوليا ما تموتش. ولكن على المسرح لما الستارة بتترفع، الكل بيشوف إن الصندوق فاضي وجوليا عرفت تفك نفسها. وبيخلص العرض وبنشوف إن روبرت وألفريد الاتنين تبع فريق السحرة أصلا. وأكيد فهمنا إن الساحر لما اختار حد يتأكد من الرابطة ما اختارش كده عشوائي، لأنه كان لازم يسيب ثغرة في الرابطة علشان خاطر جوليا تعرف تفك نفسها، وجوليا اللي في الصندوق دي تبقى حبيبة روبرت. وكمان جون اللي كان ماسك الساعة ده هو المهندس بتاع الليلة دي كلها، وهو اللي بيخترع الخدعة السحرية دي علشان خاطر يعملوها. وبره المسرح بيكون في نقاش قرب على خناقة كده بين ألفريد وروبرت، وده لأن ألفريد شايف إن الخدعة اللي بيعملوها دي حرام يتقال عليها سحر، وإن أي عيل صغير يقدر يعمل زيها وأحسن كمان. ولكن لما بيجي جون يسمع النقاش ده بيقول لهم إن العروض دي شغالة معانا كويس وليها جمهورها وبتجيب فلوس. وكمل كلامه بيقول لهم لو انتوا عايزين تشوفوا السحر والخدع اللي بجد اللي لما تشوفوها تاكل دماغكم، يبقى تروحوا تتفرجوا على عرض الساحر الصيني في المسرح بتاعه، لان الراجل ده بيعمل خدعه اسمها خدعه السمكه الذهبيه محدش قادر يعرف هو بيعملها ازاي. وبيتحداهم جون ان هم يعرفوا الطريقه، وفعلا بيتحمسوا من كلام جون عن السحر الصيني وبيروحوا على المسرح بتاعه. وهناك بيلاقوا راجل عجوز بيعمل خدعه غريبه، وهي انه بيجيب قماشه ويحطها قدام كرسي فاضي وبيحرك القماشه وبيلاقي ظهر من العدم حوض سمك فيه سمكه ذهبيه. وقتها المسرح كله بيبقى مذهول من اللي هم شافوه، وبيكون روبرت مش فاهم ازاي الراجل ده قدر يعمل حاجه زي كده، وحاول انه يبص حوالين المكان علشان يشوف لو في خدعه كده ولا كده يقدر يعرف منها الخدعه حصلت ازاي. ولكن مع كل التركيز ده مش بيعرف ازاي عملها. ولكن بيكون ألفريد فهم الليله واللي فيها، ويقول له ان الساحر ده مش راجل عجوز زي ما هو باين، انما هو شاب وقوي جسديا، وبيكون حاطط حوض السمك بين رجليه كده عند السمانه، وان لما بيحرك القماشه بيقدر انه يطلع الحوض ده على الترابيزه بسرعه. فالناس بتشوف ان الحوض ده طلع من العدم. وتاني يوم بيكون ألفريد في مكانه وبيعمل الخدعه السحريه بتاعته. ولكن في وسط الناس اللي كانت بتتفرج عليه في واحده اسمها ساره، ومن نظراتهم هما الاتنين لبعض وبنفهم انهم ابتدوا يحبوا بعض. وبيروح ألفريد علشان خاطر يدي لساره هديه. وبعد كده لما بيجي ميعاد العرض بتاع الخدعه بتاعت صندوق الميه وجوليا، بيكون كالعاده ألفريد وروبرت الاتنين قاعدين وسط الجمهور، وبيطلعوا هما الاتنين علشان خاطر يربطوا جوليا. ولكن وألفريد بيربط جوليا بتبص لألفريد وبتطلب منه انه يربطها ربطه جامده شويه، علشان خاطر جون اللي بيبتكر الخدع كان مش واثق فيها انها تعرف تفك نفسها لو اتربطت ربطه كويسه. فألفريد زي الجحش بيوافق انه يربطها ربطه جامده شويتين 3. ولما الخدعه بتبدا كالعاده جون بيبص في الساعه، ولكن المختلف المره دي ان جوليا خدت وقت اطول بكتير وهي في الميه. فعلى طول بيروح ياخد البلطه بتاعته وبيجري على صندوق الميه، وبيلاقي وقتها ان جوليا بتغرق بسبب انها ما عرفتش تفك نفسها. وبيحاول جون انه يكسر الازاز، ولكن عقبال ما لحق كان خلاص اللي حصل وجوليا ماتت. ولما جثتها بتخرج من الصندوق بيمسكها روبرت وهو منهار تماما وبيعيط. وفي جنازة جوليا روبرت بيقرب من ألفريد وبيسأله انت لما ربطت جوليا ربطتها ازاي؟ اصل مش من الطبيعي يعني ان واحدة بتشتغل في الخدعة دي بقالها زمن تموت في الخدعة الهبلة دي. فوقتها ألفريد قال لروبرت ان هو مش فاكر الربطة كانت ازاي، ولكن اللي انا متأكد منه هو ان الربطة دي كانت عادية جدا. وبعد الجنازة بفترة بنشوف ألفريد وهو في البيت ومعاه واحد اسمه فالون، وده يبقى مصمم الخدع بتاع ألفريد والمساعد بتاعه لما بيشتغل بعيد عن جون. وهم قاعدين بتدخل عليهم سارة مرات ألفريد، لان من وقت ما شافها في المسرح وهو حبها جدا وهي كمان حبته واتجوزوا. ولما ألفريد بيتكلم مع سارة بيكون ألفريد متحمس جدا، وبيقول لمراته ان هو النهارده هيعمل واحده من اكتر الخدع اللي هو بيحبها والجمهور كمان بيحبها، وهي خدعه مسك الرصاصه. ولما سارة بتسمع الاسم ده بتخاف جدا على جوزها وبتقول له بلاش بدل ما تكون فيها خطوره عليك، وخوفها بيزيد خصوصا بسبب انها حامل. ولكن ألفريد بيديها السلاح وبيقول لها خدي تعالى نجرب سوا. وسارة بتضرب الرصاصه في مكان بعيد عن جسم ألفريد، ولكن بتشوف ان الرصاصه اللي اتضربت بعيد بقت في ايديه. فوقتها ألفريد بيقول لسارة ان الموضوع ما فيهوش اي خطر، المسدس اصلا ما فيهوش رصاص، ولما حد بيضرب نار عليه المسدس بيطلع صوته دخان بس، وهو بيكون ماسك الرصاصه في ايديه. وبيكون ألفريد متحمس جدا يعمل الخدعه دي قدام الجمهور. وبالليل وألفريد على المسرح بيعمل العرض بتاعه، ولما بيوصل للخدعه اللي الكل مستنيها ألفريد بيطلب حد من الجمهور علشان يضرب عليه نار علشان الموضوع يكون مقنع. وفعلا واحد من الجمهور ده بيطلع وبياخد السلاح من ألفريد، ولكن الشخص اللي بيطلع ده بيكون روبرت. وروبرت علشان عارف اللي فيها وعارف الخدعه فبيحط في المسدس طلقه بدل شويه البارود اللي جوه. ووقتها ألفريد بيخاف جدا، وروبرت وهو رافع السلاح على ألفريد بيساله انت ربطت جوليا ازاي؟ وقتها ألفريد بيقول له ان هو مش فاكر. فروبرت بيتعصب جدا من الاجابه دي وبيضرب النار على ألفريد، والطلقه بتيجي في ايديه وبتقطع صباعين منه، وروبرت بيطلع يجري من المسرح.
والفريد بعد فتره علاج وراحه بتكون مراته بتغير له على الجرح بتاعه، وبتستغرب ان بعد الفتره الطويله دي كلها الجرح لسه بينزل دم ولا كانه مجروح من كام يوم. وبنعرف من الحوار اللي دار بينهم ان الفريد مش عارف يشتغل ولا عارف يمارس السحر بتاعه بعد ما صوابعه اتقطعت، وبيروح روبرت لجون علشان هيرجعوا تاني يشتغلوا مع بعض. وكمان جون اخترع خدعه جديده، وكمان جاب له مساعده جديده اسمها اوليفيا، وبيبداوا هما الثلاثه يركزوا على الخدعه الجديده، وروبرت بيتدرب عليها كويس جدا علشان خاطر يعملها قصاد صاحب المسرح اللي لو اقتنع بالخدعه بتاعته هيأجر لهم المسرح بتاعهم. وفعلا الراجل لما بيشوف الخدعه بيقتنع جدا، وبيتفقوا ان هم هياخدوا المسرح منه بالليل علشان خاطر ده يبقى اول عرض ليهم. ولما بيجي الليل وبسبب ان اسم روبرت وجون والمشاكل اللي عماله تحصل مؤخرا فالجمهور بيبقى مالي المسرح. ولما روبرت بيطلب 2 من الجمهور علشان خاطر يساعدوه في خدعه انه يخفي الطائر اللي في الصندوق اللي شبه المصيده ده، بيطلع له المتطوع الاول اللي بيكون الفريد، ووقتها الفريد بيقتل الطائر وبيعور المتطوعه الثانيه اللي طلعت معاه وبيمشي من المكان. وبسبب المشاكل اللي حصلت دي فصاحب المسرح اللي عطى المسرح بتاعه لجون وروبرت بيلغي العرض بتاعهم نهائي. وبسبب الخسائر دي روبرت بيكون شايل جدا من الفريد، وتاني يوم بيراقبه علشان خاطر يشوف لو يعرف يعمل معاه حاجه ويرد له اللي حصل له. ولكن هو ماشي وراه بيلاقي الفريد مع مراته وبنته، فوقتها الحقد والزعل اللي في قلب روبرت بيزيدوا، اللي هو يعني يا اسطى انت قتلت لي مراته ودلوقتي انت بقيت راجل عندك عيله وعايز سعيد وانا لا. وبعد فتره بيكون في عرض الالفريد، فبيروح روبرت يشوف العرض، وروبرت هناك بيشوف في العرض زي ما هو قال شاف اعظم خدعه سحريه شافها في حياته، وهي ان الفريد بيقف قدام بابين وبيرمي الكره ناحيه الباب البعيد وبيدخل هو في الباب اللي وراه، وعقبال ما الكره توصل للباب البعيد بيكون هو طالع من الباب ده ولحق الكوره. يعني بالنسبه للي بيتفرج على المسرح الموضوع ده عباره عن ان الفريد بيقدر ينقل نفسه من مكان لمكان في ثواني قليله جدا. ولما روبرت بيشوف الموضوع ده بيطلع يجري على جون ويحكي له على اللي شافه. ولما جون بيشوف الخدعه دي جون بيكون شايف ان الموضوع بسيط جدا، وهو ان الفريد ليه واحد شبهه وهو اللي بيطلع يمسك الكوره. ولكن روبرت بيكون شايف ان الموضوع اكيد مش بالسهوله دي. وكمان المساعده الجديده بتاعته اوليفيا بتاكد كلامه وبتقول له ان الموضوع مستحيل يكون شبيه، لان انا ركزت في ايد الفريد في المرتين والمرتين لقيت ان صوابعه فعلا مقطوعه، فمين اللي هيعرف يلاقوا شبيهه وحتى كمان في حاجه زي كده. فجون بيقول له ان احسن حل علشان نعرف نعمل الخدعه دي هي ان احنا ندور على واحد شبهك ونديله فلوس كويسه عشان خاطر يسكت ويرضى يجي معانا. وفعلا بعد شويه تدوير بيلاقي واحد شبه روبرت جدا، وكمان شغال ممثل بس على قده يعني، وبيكون دايما قاعد على البار وعلى طول سكران، فبالنسبه لهم مصلحه حلوه جدا وبيروحوا يتفقوا معاه. وبتكون الخدعه بتاعت روبرت وجون ايه بقى قدام الناس هي نفس الخدعه بتاعت الفريد، ولكن روبرت لما بيدخل من الباب بيفتح من تحت وهو بيقع، وفي نفس الوقت ده هيطلع شبيه روبرت اللي اسمه جيري للناس على اساس ان هو روبرت بس ظهر من الناحيه الثانيه. وبكده هتكون الخدعه خلصت وجيري هو اللي هياخد التحيه بتاعت الناس. وبعد شويه تدريب على الموضوع ده بيعملوا اول عرض ليهم والموضوع بينجح وكل الناس بتنبهر. وبعد ما العرض بتاعهم خلص روبرت واوليفيا وهم قاعدين في الكواليس روبرت بيكون متعصب جدا ان الممثل الفاشل السكران ده هو اللي بياخد التحيه من الجمهور وروبرت لا، فبيتكلم مع اوليفيا وبيكون هيتجنن وعايز يعرف ازاي الفريد بيعمل الخدعه بتاعته. وبعد شويه تفكير مش بيوصل لحل، فبيطلب من اوليفيا انها تروح تشتغل مع الفريد علشان خاطر تعرف هو ازاي بيعمل الخدعه بتاعته وتيجي تقول له. وفعلا بتروح اوليفيا لالفريد وبتطلب منه انها تشتغل معاه، وفي المقابل كل اسرار روبرت والخدعه بتاعته هي هتقول له عليها. فبيوافق الفريد ان هو يشغلها معاه، بس لانه مش غبي فمش بيكون واثق فيها قوي وبيكون عارف انها ممكن تكون جاسوسه لروبرت. ومع مرور الوقت وروبرت في المسرح بتاعه بيكون متاكد جدا ان اوليفيا هتقدر تعرف الخدعه بتاعت الفريد في اقرب وقت. ولما بيقعد مع جون بيقول له ان جيري شبيه روبرت ابتدى انه يطلب فلوس زياده، وبيقول لهم يا اما تدفعوا يا اما اروح اقول للناس كلها انكم مجرد شويه حراميه. فروبرت لما بيسمع الكلام ده بيطلب من جون انه يدفع له الفلوس وخلاص، وكده كده الفتره اللي جايه هيعرف الخدعه بتتعمل ازاي من الفريد ومش هيبقى محتاج حاجه من جيري. ولكن طالما جيري ابتدى يطلع له صوت فممكن الموضوع يتسمع من كذا حد، وده فعلا اللي حصل. الفريد بيروح يقعد مع جيري قبل العرض وبيفضل يشربه لحد ما يبقى عميان على الاخر. وفي وقت العرض لما روبرت بينزل من الفتحه اللي في الارض بيقع على رجليه جامد لان حد شال البتاع اللي بيقع عليها، وفي الناحيه الثانيه بدل ما يطلع جيري بيطلع الفريد والناس كلها بتتصدم لما بتشوفه. وبينزل جيري شبيه روبرت من السقف وهو مربوط ومكتوب عليه العنوان بتاع مسرح الفريد. ولما جون بيجي روبرت اللي وقع ورجله مكسوره بيكون روبرت هينفجر من اللي الفريد عمله. وبعد ما بيعالج موضوع رجله ده بيروح لاوليفيا علشان خاطر يشوف هي ممكن تكون وصلت لايه. واوليفيا بتديله مذكرات الفريد اللي بيكون كاتب فيها كل الحيل بتاعته وكل الحيل اللي بتيجي في دماغه. ولكن لما روبرت بيفتح المذكرات بيلاقيها كلها مكتوبه بشفره، وهو اكيد مش عارف الشفره دي، فبيفكر انه يخطف المساعد بتاع الفريد وممكن يكون هو عارف الشفره. فعلشان كده بالليل هو وجون بيعملوا فخ الفلون وبيخطفوه، ولما بيتكلموا معاه بيعرفوا ان هو ما يعرفش الشفره. ولما الفريد بيسمع ان المساعد بتاعه اتخطف بيروح لروبرت، وروبرت بيقول له ان هو مش هيمشي فلون من هنا غير لما تقول لي ازاي افك الشفره بتاعتك. ووقتها بيعرفوا الفريد ان حل الشفره كلها كلمه تسلا. فلما روبرت وجون بيعرفوا الموضوع ده بيجي في دماغهم على طول نيكولا تسلا، وبيروح روبرت على طول على امريكا للعم نيكولا تسلا علشان خاطر يشوف ايه الحوار ده. للعلم بس ما اعرفش يعني نيكولا
تسلا ده عالم مشهور جدا باختراعاته المجنونه اللي كانت سابقه العصور بتاعته تماما، يعني عشان تبقى فاهمين غالبا هو كان اول واحد عايز يعمل مصدر طاقه كهربائي متجدد للعالم كله ببلاش. فلو انتوا فاهمين الدماغ عامله ازاي. ومن كتر ما هو ايقونه في المجال العلمي، ايلون ماسك سمى شركه العربيات بتاعته تسلا على اسمه، نيكولا تسلا، شركه العربيات تسلا. وضحت الفكره. ولما روبرت بيقابل نيكولا تسلا وبيحكي له على الموضوع كله، وقتها تسلا بيكون اساسا كان شغال على حاجه زي كده من فتره، وهي عباره عن جهاز بينقل الانسان او اي حاجه تاني من مكان لمكان في وقت قليل جدا، ولكن لما بيجربها على طوائف بيلاقي ان الجهاز مش شغال. فوقتها روبرت مش بيهتم قوي ان الجهاز يشتغل دلوقتي لانه لسه جاي يعني، فبيروح على الفندق اللي هو نازل فيه، وخلال وقت الانتظار ده بيقعد يقرا في المذكرات بتاعت الفريد، وبيعرف منها ان حوار اوليفيا ده كله حوار فاكس جدا، وان اوليفيا اصلا بتحب الفريد، والمذكرات اللي مع روبرت دي الفريد هو اللي خلى اوليفيا تديها له، وان حوار تسلا حوار فاكس برضه ومش هيجيب معاه اي نتيجه. وبرضه من المذكرات عارف ان الفريد لحد دلوقتي هو مش عارف ازاي ربط جوليا. فتاني يوم بيروح روبرت لتسلا ويقول له يوقف شغل على تطوير الجهاز ده، لان كده هتبقى فلوس ووقت ضايعين على الفاضي. ولكن تسلا بيقول له استنى بس، وبيجربوا الجهاز على قطه، ولكن مش بيلاقوا ان القطه حصل فيها اي حاجه. ولكن تسلا بيطلع بره هو وروبرت، ولما بيطلعوا بره بيلاقوا قطه شبه القطه اللي جوه، وطواقي كتيره جدا شبه الطواقي اللي اتحطت في الجهاز ده قبل كده. فبيفهم روبرت ان الجهاز اللي جوه ده مش جهاز بينقل الشخص من مكان لمكان، لا ده جهاز بينسخ الحاجه زي ما هي وبيعمل منها نسخ تانية. فوقتها تسلا بيقول لروبرت اديني مهله صغيره بس، انا هظبط الجهاز ده وهيشتغل معاك زي الفل. وفي الوقت ده بيكون الفريد فاتح بيتين، بيت مع مراته ساره، واحد تاني مع حبيبته اوليفيا، وده اللي خلى ساره تتجنن انها شايفه ان الفريد مش بيتعامل معاها زي الاول. فالفريد بيتعصب جدا وبيقول لها ان هو مش بيحبها اساسا وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم لما بيروح على المكان اللي بيعمل فيه الخدعه بتاعته بيلاقي هناك ساره مراته وهي منتحره. وفي خلال الوقت ده بيكون المفروض ان تسلا خد وقته في الجهاز. ولما روبرت بيروح له تاني يوم المكان اللي بيبقى قاعد فيه، بيروح هناك بيلاقي المكان محروق ومفيش فيه حد موجود. ولما بيرجع على الفندق بيلاقي هناك في آلة وفيها رسالة من تسلا، وبيقول له الآلة اللي انت عايزها اهي، بس نصيحة اخوية يا ريت تدمر الآلة دي لان اضرارها اكتر من منافعها. فبياخد روبرت الآلة وبيتكلم مع جون وبيقول له انه عايز صاحب اكبر مسرح في البلد كلها علشان خاطر يجي يشوف الخدعة اللي 100% لو شافها هتعجبه ويقدروا يعرضوها عنده على المسرح. ولما بيجي صاحب المسرح، روبرت بيدخل الجهاز قدامه وبعد ثواني بيختفي وبيظهر من وراه. ولما صاحب المسرح بيشوف الخدعة دي بيوافق على طول انه يعرضها عنده على المسرح. ومش بس كده، ده يعمل لها احسن دعاية في تاريخ عروض الخدعة السحرية. وبعد كده بنشوف اوليفيا والفريد وهم قاعدين مع بعض. وقتها الفريد قال لاوليفيا ان هو ما كانش بيحب ساره. فوقتها اوليفيا بتستغرب لانها بتلاقي الفريد بيتصرف بطرق غريبه، مره يقول لها انا بحبك، ومره يقول لها انا ما بحبكيش، مره يقول لها انا بحب ساره، ومره يقول لها انا ما بحبش ساره. فبتشوف ان العلاقه دي ما ينفعش تستمر كده وبتضطر انها تقطع علاقتها معاه. بس قبل ما تمشي بتقول لالفريد ابقى روح شوف العرض بتاع روبرت لان كل الناس بتقول انه مكسر الدنيا. ولما بيروح الفريد على المسرح بيشوف روبرت وهو بيدخل الاله، وبيشوف ان في وقت قليل جدا يعني قد تكون ثواني في باب بيفتح تحت روبرت وروبرت بيقع فيه وبعد كده بيظهر من بعيد. فبيستغرب جدا من حاجه زي كده وبيحاول نفهم ازاي ممكن تكون حصلت، وبيقعد يفكر في الموضوع ده فتره. ولما بيجي الميعاد التاني للعرض بيروح الفريد على العرض، وهناك روبرت بيطلب شويه من الجمهور يطلعوا علشان خاطر يشوفوا ويتاكدوا ان الموضوع تمام وكل حاجه ماشيه صح. ومن ضمن الجمهور اللي بيطلع على المسرح بيكون الفريد، وبيتاكد وبيشوف المكان وبيتجنن اكتر لما بيشوف ان كل حاجه صح. لحد ما الجمهور بيكون نازل على المسرح، الفريد بيعرف يهرب منهم وبينزل على الكواليس بتاعه المسرح. ولما الخدعه بتتعمل بيلاقي ان روبرت لما بيقع من الفتحه اللي في الارض بينزل في صندوق ميه وبيتقفل عليه. وقتها الفريد حاول بسرعه انه يفتح الصندوق لروبرت ولكن مش بيقدر يلحقه وبيموت. وقتها الناس اللي على المسرح لما مش بتلاقي روبرت ظهر بينزلوا يشوفوه، ولما بيلاقوه ميت والفريد واقف قدامه بيتهم الفريد ان هو اللي قتله وبيتمسك. ولما بيتعرض على المحكمه بيتحكم عليه بالاعدام. وهو في السجن بتجيله زياره من شخص غريب، ولما بيشوف الشخص ده بيكون هو روبرت. وقتها الفريد بيتجنن وبيساله انت ازاي عملت كده، ولكن روبرت مش بيرد عليه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيجيله زياره تانية من المساعد بتاعه فالون، وبيطلب منه الفريد انه يخلي باله من بنته. ولما بيجي ميعاد تنفيذ الحكم على الفريد بيتعدم وبيموت. وقتها في نفس الوقت ده روبرت بيتضرب بالنار، ولما بيشوف مين اللي ضربه بيكون الفريد. فروبرت بيكون مصدوم جدا، ولكن الفريد وقتها بيفهمه وبيقول له ان الفريد عمره ما كان ساحر خارق، والخدعه بتاعته كان بيعملها باسهل طريقه موجوده، وهي اخوه التوأم اللي محدش يعرفه اللي هو اسمه فالون. ولان فالون كان متنكر على انه مساعد الفريد فمحدش يعرف ابدا ان الفريد ليه اخ توأم، والفريد هو اللي اتعدم، واللي ضرب روبرت بالنار يبقى فالون. وبيكملوا بنعرف ان ساره اللي الفريد قال لها ان هو مش بيحبها وانتحرت بسبب كده، فوقتها اللي قال لها كده كان فالون، لان فالون فعلا مش بيحب ساره، فالون هو اللي بيحب اوليفيا. وعشان كده الاثنين ساره واوليفيا كانوا شايفين ان الفريد اوقات بيحبهم واوقات لا، لان فعلا كل واحد فيهم بيحب واحده فيهم. فوقتها روبرت هو كمان بيشرح اللي حصل وبيقول ان الجهاز ده ما اتصلحش ولا حاجه، كل مره كنت بدخل الجهاز ده بيبقى فيه منه نسختين، وكل مره كانت النسخه الثانيه بتموت علشان ما يبقاش في مني كتير في العالم، سواء مره كنت انا اقتل النسخه اللي بتطلع من الجهاز او اسيبها تغرق. وعلشان كده لما نصبت الفخ لالفريد خليت النسخه بتاعتي تموت في صندوق الميه، والنسخه الثانيه بتاعتي خافتها تماما وما رضتش
ربطش هازارد علشان ألفريد يتحكم بتهمة القتل، وادي الخطة نجحت. وقتها فالون بيكمل وبينهي حياة روبرت، وبعد كده بيروح ياخد بنت اخوه علشان يربيها ويبدأ حياة جديدة. وبس على كده الفيلم بيخلص. ما تنساش تسيب رأيك في الفيلم والملخص في كومنت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان اللي جاي هيكون اون فاير. وبس على كده.